السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هكلمكم عن سبب أساسي في كل مشاكل الإنسان في الحياة: فشل علاقات، فشل دراسة، عدم نجاح في مهنة أو سببها الرئيسي حاجة واحدة: إن أنا مش عارف نفسي، أنا مش فاهم ذاتي، أنا معرفنيش. يمكن تكون عارف كل الناس اللي حواليك وحافظهم، وتقول فلان بيحب كذا انا هعمل له كذا، وفلانه بتحب كذا انا هعمله، وتقول فلان بيحب كذا انا هعمل له كذا، وفلانه بتحب كذا هعمل لها كذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هكلمكم عن سبب اساسي في كل مشاكل الانسان في الحياه: فشل علاقات، فشل دراسة، عدم نجاح في مهنة أو سببها الرئيسي حاجة واحدة: إن أنا مش عارف نفسي، أنا مش فاهم ذاتي، أنا معرفنيش. يمكن تكون عارف كل الناس اللي حواليك وحافظهم، وتقول فلان بيحب كذا أنا هعمل له كذا، وفلانة بتحب كذا هعمل لها كذا، لكن نفسك أنت مش عارف نفسك. أنت مش عارفة. انت مهمتك تمشي في فلك الاخرين، بتدرسيهم كويس وبتدرسهم كويس جدا، لكن نفسك انت ما انتش عارفها. لذلك علاقاتك مش مستمرة، في صدمات كتير بتحصل. طيب، في مجموعة اسئلة، الاسئلة دي انت هتجاوبي عليها بمنتهى الصدق والصراحة وعدم المثالية وعدم رفع سقف التوقعات وحاجات كتيرة تانية. يعني انا عايزاكي تفتحي او عايزاك تفتح نفسك، يعني ايه، يعني بمنتهى الوضوح. طيب، مجموعة الاسئلة دي اول سؤال فيهم: انا مين؟ لما هتجاوب على السؤال دون مش هتقول انا دكتور، انا مهندس، بعيدة عن الادوار المهنية والاجتماعية، انا ابن، انا زوجة، انا مش عارفة ايه. لا، انتي او انت مين؟ طب يعني ايه؟ يعني هنا بتحدد ايه القيم اللي انت بتؤمن بيها. انا صادق. القيم بقى، عد القيم في بحث القيم بقى. الاهتمامات، ايه الاهتمام اللي بيمثلني؟ انا بهتم بايه؟ اهتماماتي ايه؟ تالت حاجة المبادئ، ايه المبادئ اللي انا ملتزم بيها؟ او المبادئ دي ايه هي؟ اكتبها. نكتب الخبرات اللي بتشكل شخصيتي. نكتب طبعا. وانا بكتب الحاجات اللي انا قلتها دي، لازم يبقى معايا ورقة وقلم، لان وانت بتكتب انت بتركز وبتكتب، فانت بتبقى في حالة حرية، بعيد عن الصور العادية، بعيد عن الألقاب، بعيد عن حاجة. أنا بعري نفسي قدامي، مش قدام أي حد تاني. السؤال التاني: ايه اللي يهمني في الحياة؟ يعني السؤال ده حلو جدا. طب يعني ايه؟ أنا مش فاهم معناه. هل الأهم يهمك العلاقات، ولا يهمك النجاح المهني، ولا يهمك الحرية، ولا يهمك التأثير في الآخرين؟ هنا يصبح اتخاذ قراراتك سهل وبتبان أوضح لنفسك. طيب، السؤال اللي بعد منه: ايه القيم التي لا يمكن أتنازل عنها؟ القيم دي أنا مش هتنازل عنها أبدا. يعني ايه هنا بقى عشان أبدأ أجاوب عليه؟ معناه إيه السؤال؟ يعني كل واحد فينا عنده مجموعة قيم مشكلة مرجعيته في الحياة،
ولذلك هو من الضروري أن يحدد هذه القيم. زي إيه؟ الصدق، العدل، الإبداع، الاستقلالية. ليه بقى؟ لأن أثناء قيامي بعمل علاقات فهي دي المرجعية اللي أنا ببني عليها علاقاتي بالآخرين، والقرارات اللي بتتبنى عليها، وحتى طريقة تعاملي مع الأزمات برضو بتعامل من خلال المرجعية اللي أنا مكونها. السؤال اللي بعد كده، ما الحاجة اللي بتخليني راضي؟ ايه الحاجة اللي لما اعملها بتديني شعور بالرضا؟ هنا لازم نقف. طيب هقف فين بقى؟ يبدأ كل واحد فينا يدور الراحة الداخلية عنده. هل من إنجاز عمل؟ هل أنا بشعر براحة داخلية لما بساعد الآخرين؟ هل أنا بشعر براحة داخلية لما أقعد كده في قعدة كده ذكر مع الله، قعدة تأمل، قعدة صمت، ماسك كتاب وقاعد أقراه وعايش في عالم الكتاب ده، حاجة بتشعرني بالسعادة كده، بالرضا داخلي كده، إن أنا في حالة سكينة ورضا. مثلا أنا لو قعدت على البحر هشعر بالسكينة والرضا. أي حاجة من دي، الإجابة اللي أنت هتجاوبها هي مفتاح النفسي لعلاج نفسي لك. فأنت اللي هتقدر نفسك، أنت اللي هتحددها. السؤال اللي وراه، إزاي أتعامل مع الفشل والنجاح؟ الفشل والنجاح معظم الناس شايفينهم عكس بعض، لكن بصراحة أنا مش شايفاهم كده. أنا شايفة الفشل طريق النجاح. يعني أديسون عمل 99 تجربة غلط وال100 طلعت صح، فهو ما فشلش، هو حاول. هو كان هنا في المحاولة الأولى كان في خطأ، صلحه طلع له خطأ تاني، صلحه طلع له خطأ تالت، صلحه لغاية ما في النهاية عمل المصباح الكهربي. إذن أنا ما بعتبرش الفشل عكسه النجاح، ولكن أنا بعتبر عدم نجاح شيء على الوجه الذي أريده دون معناه إني لازم أطور نفسي وأدور على الحاجة اللي نقصتني عشان ما اوصلش للتارجت اللي أنا عايزاه. فهنا لما تيجي تكتشف بقى في رحلة تطورك بقى، ده بيمثل عمق نضجك الذاتي يعني ايه وعمقك الذاتي. على العكس بقى، لما بنيجي نستقبل النجاح ده يدل على التوازن النفسي. فهنا اذا اللي انا بقول عليه فشل ده عمق النضج الداخلي، اما الوصول للنجاح ده عبارة عن التوازن الداخلي. اهدنا الصراط المستقيم، التوازن الداخلي. وصلت، اتهديت، تمام. طيب لذلك ان التفكير في ردود الافعال تجاه النجاح او الاخفاقات هنا ده بيساعد على تطوير اسلوب اكثر وعيا ومرونة في مواجهة تقلبات الحياة. بس مش الفشل موت ولا النجاح حياة، وبعد كل فشل نجاح، وبعد كل نجاح في فشل، عشان احنا في مرحلة تطوير مستمر، ما بنوصلش للكمال. السؤال اللي وراه، ايه اللي بتخاف منه؟ بتخاف منه ليه؟ بتخاف من الموت؟ بتخاف من فقد العلاقات؟ طب ايه اهمية السؤال ده؟ انه السؤال ده بيخفي احيانا قناعة غير واعية او تجربة سابقة مؤثرة. السؤال ده لما بتسأله لنفسك، يمكن انا كنت خايف من حاجة في مرحلة معينة،
لان كانت قدرتي على الفهم والتطور كانت ضعيفة. استمراره للمرحلة دي وعدم مواجهته شيء خطأ. طب ما انا ابدأ اواجهه بقى، هو ايه اللي انا بخاف منه؟ وهل الموقف اللي ساب لي الاثر ده جوايا هل هو في حجمه الطبيعي ولا انا كنت مزود حجمه؟ يبقى هنا ببدأ اسأل نفسي ايه اللي انا بخافه وليه بخافه، ليه بخشاه. فهنا السؤال ده مهمته كشف العوائق النفسية التي تمنعك من التقدم واتخاذ المخاطرات. لا انا خايف اتقدم، هعمل الحاجه الفلانيه، لا طب ما ممكن يحصل لي كذا زي ما حصل المره اللي فاتت. طب ما يعني يحصل لك، يعني انت مت المره اللي فاتت، ما انت بخير اهو. يعني لا انا خايفه اعمل الحاجه الفلانيه، لا ممكن زوجي يعمل مش عارفه ايه. طب ماشي، هي المره اللي فاتت لما انت عملتي نفس الغلطه هو حصل حاجه؟ انا خايفه من يحصل كذا كذا كذا. الخوف ده هو عندك انت جواكي مش عنده. ومعظمنا مسجونين في مثاليات ومخاوف على شعور الاخرين، وهم اساسا مش احنا مش، يعني هم اساسا احنا مش في دايرتهم اساسا. يعني ممكن واحد يجي يكبر لك حاجه بس عشان هو يعيش مرتاح، لكن هي مش ضاره بيكي، ما فيهاش مشكله. طالما حاجه لا تغضب الله ما فيهاش مشكله. مش بقولتلكيش بقى تغضب حد في المجتمع، طالما حاجه لو عملتيها مش هتغضب الله خلاص، هو ده التارجت بتاعي، هو مقياسي الله، معيش مقياس تاني، ولا المجتمع ولا جوزي ولا الناس ولا اي حاجه. انا هقوم بهذا العمل يغضب الله؟ لا. في مخاطر على صحتي وعلى حياتي؟ لا. في مخاطر على يعني مش هعرف اواجهها، ابدا ادرسها. لان هنا لما بندرك مصادر الخوف ده خطوه للتحرر من المخاوف. واجهي مخاوفك. والله انت تربيتي في بيتكو على ان بابا البعبع، اوعي تعملي كده احسن بابا يضربك. وهي 99% من المخاوف دي انتاج مامي الجميله الحلوه اللي هي عايزه تعيش مرتاحه، او بابا الجميل الحلو اللي يخوفنا من الدنيا كلها ويسود حياتنا وحياة اللي مخلفيننا علشان العالم بعبع وفيه وفيه وفيه. مع ان يا جماعة في مخاطر انا لا انكرها، مخاوفهم على العين وعلى الراس ويتعمل لها اعتبار، بس ما تبقاش السجن اللي تحبسنا جواه. انا قلت لكم المقياس بتاعي ربنا راضي عن العمل ولا لا، وهل العمل اللي انا هعمله ده صح يرتاح قلبي إليه بأمر الله ولا لا، هستخير ربنا قبل ما أعمل الحاجة دي. فإذا السؤال بتاع إيه اللي أنا بخاف منه وإيه اللي أنا بخشاه وليه، ده بالظبط أنت بتحددي وبتدركي مصادر الخوف بتاعك، وبكده تقدري تواجهي المخاوف بتاعتك. إيه اللي هيخوفني يعني؟ إيه يعني مثلا؟ إيه آخرة كل ده؟ ما نجحتش، إيه اللي هيحصل؟ انا مش عملت اللي عليا وذاكرت، النتيجه دي بتاعت ربنا. انا وعملت اللي عليا وربنا كرمني وحملت، نتيجه الحمل دي مش بتاعتي. يطلع الطفل ايه دي مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا، هي بتاعتي. اي حاجه والله انا قضيت وظيفتي على احسن وجه. طيب مش عاجبه اللي حواليا، من وجهه نظري انا عملت اللي عليا. طيب قدامي حل من اتنين، يعني ان انا اطور وابحث انا ليه شغلي ناقصه حاجه وابدا اكملها له، اكمل. او الاخرين بيحاولوا يقللوا من ذاتي، فانا عايزه اظهر قدامهم ان انا مثاليه او بطلع الحاجه مش عارفه ايه، فبجهد نفسي وبتعب نفسي خوفا من كلمه يقولوها عليا. ما دي من المخاوف برضو. انا خايفه حد يقول عليا، انا خايفه حد يعمل، انا خايفه فلان يقاطعني. ما يقاطعك طالما مش مقدر العلاقه في 60 داهيه. انا خايفه منه، انا خايفه من، لا. في مواجهه المخاوف مرحله مهمه جدا في حياه الانسان.
دي صحة نفسية، وابدأ احللها. ما عرفتش اروح لمتخصص، ما فيهاش مشكلة. ايضا هنا سؤال مهم جدا، امتى اكون على طبيعتي؟ يعني لما بعمل ايه بكون على طبيعتي؟ انا لما بقعد مع مين بكون على طبيعتي قوي؟ السؤال ده معناه التحرر. امتى بكون بحس بالحرية وبتعامل بأريحية شديدة جدا؟ ما بمثلش، ما بقلقش، انا بقول اللي جوايا، وانا واثقة ان اللي انا هتكلم معاهم مش هيغدروا بيا، فبكون واضحة وصريحة. السؤال ده أهميته إنه بيعرفنا المساحة الآمنة في حياتنا. ومش شرط على فكرة يا جماعة إن اللي أنا بشعر معاه بالأمان يكون حد من عيلتي. بنسبة كبيرة ما بيبقاش حد من العيلة، أو يبقى حد من العيلة. لكن غالبا ساعة ما تيجي مثلا أنت قاعدة مع ماما بتشعري معاها بالأمان، هل كل الأمهات بتستوعب ولادها، او كل الاباء بيستوعبوا ابنائهم؟ لا. يعني احيانا كتيرة جدا مش احيانا، فترة الام والاب ولي الامر عامة والزوج برضو على فكرة، هو لما بتيجي تحكي له بحرية بدون تمثيل، والله عملت كذا وسويت كذا، هو دماغهم ايه؟ مهمتهم حمايتك. هم بيحطوا النتائج على طول، هي عملت كده نتيجتها هتبقى كده. بياخدوا الكلام بتاعك ويبدأوا يحطوا النتائج بتاعته، مع ان النتائج دي اساسا مش عايزة توصلي لها. انت بتقول لهم انا عملت كذا، بصوا نعمل كذا، بص انا عملت كذا، فهم بيحطوا النتائج، في حين انت بتفضفضي معاهم. انا بتكلم معاكم عن حاجة بعملها، هم بعقليتهم المسؤولة بيعملوا عملية ايه؟ الارم، خطر مميت، ويبدأوا يواجهوا. لذلك دايما بنحس بالامان اكتر مع شخصيات ممكن تبقى اختك، ممكن تبقى صديقة لكي، ممكن تبقى زميلة لكي. ولكن لازم نخلي بالنا من جزئية مهمة جدا، مفيش امان الا مع الله. فضفضي وقولي اللي نفسك فيه، خدي ركعتين واسجدي فيهم، اقعدي مع نفسك، اقفلي باب الاوضه، قولي له يا رب بص انا عملت كذا وكذا 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 وكذا، انا يا رب عايزه اقول لك، انا يا رب بحكي لك. لو اتوجدت الشخصيه اللي تبقي مرتاحه فيها، ما تحسيش بضغط وانت بتتكلمي، او تحسي انك عايزه تمثلي، او تحسي انك مكتومه معاها، ما تتعامليش معاها. يبقى هنا انا من الممكن ان يبقى اوصل للحظات وعلاقات مريحة ليا تريحني. طيب ما الاثر اللي انا عايزه اسيبه في الاخرين؟ يعني قعدت مع حد، ايه اللي انا عايزاه، الفكرة اللي عايزه اديها له عني، اسيب فيه اثر. السؤال ده هنا بيعكس حاجة مهمة جدا. أنا عايز أسيب ذكرى مع الآخرين مهما غبنا هم فاكريني بيها. ده مطلوب. طيب هل هنا الأثر اللي أنا عايزة أتركه هو إلهام للآخرين، ولا عطاء، ولا ذكرى طيبة؟ فهنا السؤال ده مهمته ان هو بيوجه الانسان نحو اسلوب حياة متناسق مع قيمه ورسائله الخاصة.
يعني انا مريت بموقف من كام يوم. انا لقيت صديقة ليا من ايام الطفولة. فجمعنا مكان وبالصدفة، وانا فرحت جدا لما شفتها، وقعدت افكرها بالذكريات اللي كانت بينا في الطفولة، وهي نفس الموضوع. وربما يعني ربما اكون انا في حياتها اسم بس، لكن انا فاكرة منها تفاصيل. فعلا حسيت اني عايزة، انا مش هشوفها تاني، يعني ربما نجتمع تاني او ربما نجتمعش تاني، بس حسيت قعدتنا مع بعض ان احنا يعني الذكريات اللي اتجمعناها دي احنا بنفكر بعض بيها، اثر تركناه. هي افتكرت ايام جميلة جدا، وانا افتكرت ايام جميلة جدا. دعمنا ده بتبادل هدايا عشان كل واحد فينا يفتكر التاني بحاجة هيستعملها، هتفضل يعني ايه فاكرين بعض، بتمثل قيمة عندنا. السؤال اللي بعد كده، ايه اكتر حاجة ندمت عليها وليه ندمت، او ليه ندمتي؟ يعني ايه اكتر قرار ندمت عليه او ندمتي عليه وليه؟ طب يعني السؤال ده بيبين لي ايه؟ بيبين لي رغبة داخلية في التغيير. انا عايزة اتغير جوايا واصحح مساري، لان انا شعره بالندم على هذا القرار، شعره بالندم من هذا القرار. فانا عايزة اغير نفسي، عايزة اصحح مساري. ولما هبدأ اوصل، ايه اللي دفعني اوصل لهذا القرار اللي انا ندمت عليه، وايه الدرس اللي انا استفدت منه، يتحول الندم بقى من عبء الى اداة للنمو والوعي. يعني هديكم مثال على ذلك. واحدة حبت واحد وضغطت عليها علشان تاخده تتجوزوا، وشافت معاه القمرين، وندمت على القرار ان هي اختارت الشخص ده، رغم ان كل اللي حواليها قالوا لها لا، مش مناسب. طيب هي بقيت حياتها مقضيها انا اتخذت قرار غلط وندمان عليه. لو اتحبست داخل مرحلة الندم يبقى هي قاعدة في سجن. لكن لما تبدأ تشوف، طيب هو انا اخترت ده ليه؟ ايه اللي خلاني اخترت الشخص ده؟ انا كان ايه الاحتياج اللي هو عطاهولي وما كانش عندي؟ كان بيتي واسرتي كانوا منقصينهولي، وغالبا بيبقى احتياج عاطفي، احتياج للاهتمام، احتياج اني عايزه حد يشوفني بصوره مختلفه عما يراه الاخرين وحابسيني جواه. فهبدا انا هواجه نفسي، طب هو انا اتخذت القرار ده وندمت عليه ليه؟ هبدا احلل الاسباب. اما ورقه وقلم في ايدي، على فكره انا من الناس اللي بحب امسك ورقه في ايدي وقلم وابدا احلل اي حاجه حصلت لي. حتى ما احب اشتم حد بكتب ورق، حتى لو حد ضايقني بعاتبه بالورق، عشان افرق، مش عشان هو، عشان اريح نفسي. انا عايزه ارتاح، ما يهمنيش الاخرين، نفسي اهم من الاخرين. هنا طبعا بمسك ورقه وقلم وابدا اكتب القرار اللي انا ندمت عليه ده ليه حصل. دي عباره عن ايه؟ رحله تحول وتطور داخلي عندك انت. مش مهم هو خلاص اتجوزتي وخلفتي وبقى اشتغلتي المهنة، حتى لو كانت مهنة خلاص انا دخلت المهنة واشتغلت فيها وبقى ليا تارجت فيها خلاص، لكن اراجع نفسي
انا مش بقول نسيب شغل او نسيب زوج او نسيب حياة، لا، ولكن اعالج الاخطاء بتاعتي واللي انا وصلت اليه، ابدأ انا اواجه نفسي. انا قلت لكم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بعيد عن المثالية، وبعيد عن لهب الحب، وبعيد عن لهب المثالية، وبعيد عن الحاجات الايثار، بعيد عن حاجات كتيرة قوي 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 قوي. انا عايزة اعرف نفسي، انا عايزة ارتاح، انا بحبني، مش انا مستنيه سين وصاد وجيم وعين وغين يحبني. ان شاء الله مع انه حبني، ان شاء الله مع انها حبتني، المهم انا بحبني ولا لا. عشان انا بحبني انا بقولك تعملي الخطوات دي، عشان كل واحده فينا او واحد فينا يحب نفسه، ولما نفسه هتتظبط المحيط اللي بيه هيتظبط. التغيير بيجي من جوانا مش من برانا. طيب اخر سؤال هو ايه اللي انا محتاجاه عشان اكون افضل نسخة من نفسي؟ النسخة دي قديمة، عايزة اعملها ابديت بقى. يلا حبيبتي ابدأي اعملي ابديت لنفسك، عايزة اغيرها. طيب السؤال ده مهم جدا، ليه؟ ان هو دعوة للتطوير والتطور وليس الجلد الذات. انا مش عايزة اجلد ذاتي، لا، ده انا عايزة اطور من نفسي. انا مش همسك عصاية اضرب نفسي، انا عايزة اطور من نفسي. لان لما كل واحد هيعرف ايه اللي ناقصه، هل هو ينقصه الدعم، حد يدعمه، ام ينقصه الانضباط، ام ينقصه الراحة، ام ينقصه المعرفة. ولما نحدد الاحتياجات اللي انا محتاجاها بصدق، يصبح من الممكن استخدمها كخريطة طريق نحو تحسين الذات بطريقة واقعية ومستدامة. طيب عايزة اقول لكم حاجة، هو انا لما قلت لك اكتشفي ذاتك، هو ايه هدفي من ده؟ هدفي هو النجاح في الحياة كلها، عشان هتبقي عارفة انت مين وعايزة ايه ومتطلباتك ايه، وايه اللي عايزة تطوري فيكي، وايه اللي عايزة تلغيه من عندك، وايه اللي انت هتسعي لتحقيقه. هيظهر لك اهداف كنت عامية مش شايفاها. انا ماليش اهداف في الدنيا غير اني اربي عيالي واسعد جوزي واطبخ واكنس واودي التمارين واودي مش عارفة فين واراضي امي واراضي الجيران. لا، انا عايزاكي تطلعي من كل ده. هتعملي كل ده بس هتعمليه بوعي، هتعمليه بذكاء، هتعمليه بأقل الخسائر والأضرار، بل بالعكس هتجودي فيه لأنك اتطورتي وهتعملي أداء أفضل. تمام؟ ولما تيجي داخلة، لو بنوتة هي اللي بتسمعني وداخلة على خطوبة أو زواج، ده مهم جدا ليها. على فكرة النهاردة اللي أنا بقوله لكم لكل الناس ولكل الأعمار. لو عندك 70 سنة اعمليه برضه، عندك 100 سنة اعمليه برضه، عشان هتظهر لك حاجات جديدة، هيظهر لك أهداف جديدة في حياتك. شكرا جزيلا، وأرجو أن أكون أفدتكم.